احنا دلوقتي داخلين على ايه؟ الصيام. طبعا كلكم متعودين على الصيام، مش كده؟ ولا في حد بيحب يفوت حاجة في الصيام؟ انا نفسي كده هوت وانت داخل الصيام كل الحاجات اللي شاغلة بالك تكتبها في ورقة وتقف تصلي بيها امام ربنا وتنساها خلال 55 يوم. تعرفوا تعملوا الحكاية دي؟ وفي خلال 55 يوم دول تقول آية واحدة بس: إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة القلب. تفكرش في حاجة غير في المسيح. صاحب التدريب ده، وتكتب كل اللي في دماغك، كل حاجة بتفكر فيها، وتقف تديها لربنا وقول له: يا رب استلم انت كل اللي في دماغي ده، انا مش عايز افكر فيه 55 يوم، انا عايز افكر فيك انت بس وحدك. الى اسمك والى ذكرك شهوة النفس. الى اسمك والى ذكرك شهوة النفس. في آية تانية معاها: معك لا أريد شيء على الأرض. معك لا أريد شيء على الأرض. تقدر تعمل التدريب ده؟ مش عايزين نصوم. اوعى تفتكر ان الصيام دوت بدل ما كنا بناكل جبنة وبيض هناكل فول وطعمية. لا، مش هو الصيام كده. الصيام دوت صيام العقل، الصيام بتاع العقل، ان انا ما افكرش في اي حاجة خالص خالص، وأدي العقل والقلب دوت للمسيح. هو ده الصيام. ولا احنا فاكرين الصيام أكل وشرب؟ لا، مش موضوع أكل وشرب. هنصوم عن الأفكار بتاعتنا، هنصوم عن العادات بتاعتنا، هنصوم عن القلق، هنصوم عن الهم، هنصوم عن المشاكل، هنصوم عن كل حاجة تبعدك عن المسيح. ما هو ده الصيام، هو ده الصيام. هنجيب ورق وقلم ونعمل ايه؟ نعمل عملية تفريغ للجمجمة. فرغها، صومها، امسحها، وقول له: يا رب انا مش هفكر غير فيك انت واحدة بس، انت الراعي الصالح. وجرب التدريب ده وشوف قد ايه الفرحة وقد ايه السعادة اللي المسيح يسعدك بيها. جرب. انت عم هتخسر حاجة؟ أجل كل مشاريعك، أجل كل اللي نفسك فيه، وأجل كل الطموحات بتاعتك، وأنا واثق أمام هذا المسبح المقدس إن كل أحلامك هتتحقق من غير ما تعمل حاجة. أنا واثق، عندي ثقة. إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس. معك لا أريد شيئا على الأرض. لو سمحت فرغ الجمجمة. كفاية. أنا بصراحة تصعب عليا خالص، يعني دي متبهدلة في وسطينا. أكتر حاجة مأذية هي الجمجمة دي. يمكن ساعات الواحد بالليل وهو نايم غمض عينيه والجمجمة شغالة، وإيديه ورجليه ملمومين في حتة والجمجمة شغالة. ربنا يدينا إن احنا نلتصق بيه ونعتمد عليه ونحبه ونديله كل عمرنا، يقبل صلواتنا ويقبل أصوامنا. له كل مجد إلى الأبد. آمين.